السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى فيديو مشتريات، اشتريت حاجات كتير. أنا عارفة في ناس منكم بتحب نوعية الفيديوهات دي، بتحب تاخد فكرة عن المنتجات الحلوة الوحشة. أنا باستفاد منكم تقولوا لي الحاجات الحلوة، وأنتم بتستفادوا مني برضه وتقولوا لي أقول لكم الحاجات الحلوة أو الوحشة اللي أنا جربتها. فالنهارده بقى جبت حاجات ناقصاني في البيت، جبت مخزون للبيت كده، خزين البيت الحاجات اللي ناقصاني، وجبت برضه إيه بعض المنظفات اللي ناقصاني. بُصّوا بقى كده، أول حاجة جِبت دقيق الضُحى حلو أوي بجد في المخبوزات وفي الكيكة يعني بصراحة أنا بافضّله، لإني جِبت قبل كده دقيق بس ما عجبنيش الصراحة المخبوزات ما عجبتنيش خالص. جِبت برضه كده لبن، جِبت إزازتين لبن. لقيت مرّة واحدة البيت فِضِي عندي من الاستهلاك بقى ومش عارفة إيه وكده، فقُلت بقى إيه، أجيب الحاجة اللي ناقصاني بس، يعني فاهمين بس دي؟ هاقول لكم إيه، بس نشوف المشتريات الأول. بُصّوا بقى كده وجِبت إزازة خَل زي ما أنتم شايفين، دي الحاجات اللي لقيتها يا جماعة نقصت عندي في البيت مرّة واحدة كده، وهنا جِبت إزازتين خَل، إزازتين زيت. حلو أوي الزيت ده باستخدمه برضه على الفول، على الجبنة، على أي حاجة، باعمل بيه طبيخ، كل حاجة، تمام. أنا باحب أستهلك إيه، أحط زيت على سمنة كده في الطبيخ وفي الرز والحاجات دي. زي ما أنتم شايفين كده، أنا عارفة في منكم بيحب الفيديوهات دي، فكلنا إيه بنفيد بعض، وبرضه لو في حاجات مش حلوة في الحاجات دي أنا ما جربتهاش هاقول لكم. بُصّوا بقى، ده برضه كيسين ملح، تمام، ده اسمه نور. بس حلو يا بنات بصراحة، ملح ناعم كده ونضيف أوي يعني. وهنا برضه جِبت المكرونة الصغنونة دي خالص المطبخ، برضه دي حاجة ناقصاني. دلوقتي يا جماعة كل واحد بينزل يجيب الحاجة اللي ناقصاه بس، ما فيش فرصة إن أنتِ تجيبي زي الأول بقى كنا بننزل نجيب كان يا مكان، مخزون الشهر كله. فكنا يعني بنجيب مخزون الشهر كله بحاجة ناقصاكِ تقضّيكِ مثلًا إيه، أسبوع. شُفتوا بقى القيمة؟ جِبت برضه المكرونة الاسباجيتي دي، مش اسباجيتي الأقلام، إحنا بنستهلكها فجِبت إيه منها كده 3 أكياس. وهنا المكرونة دي برضه اللي هي الوسط زي ما أنتم شايفين كده، هي إيه لمّتنا دي عاملة زي المطبخ، يعني أنا بس إيه في بعض منها في لمّتنا ده بيتكسّر، فأنا بافضّل المطبخ أحسن. ودي برضه إيه، الصغيّرة خالص، تمام. جِبت برضه إيه كيسين منها كده. جِبت برضه كيس سَنة عصفور. وجِبت كده كيسين رُز أهو، 2 كيلو يعني، وطبعًا ما بيبقاش كيلو، كيلو يعني، بس حلو يعني. دي بقى إيه الحاجات اللي ناقصاني بجد، الحاجة كلّها يا جماعة غِليت موت، موت. كنا الأول بننزل بقى نجيب مخزون الشهر كلّه، دلوقتي لأ، يعني أنتِ بتروحي تجيبي الحاجات اللي ناقصاكِ بس. فربنا يعيننا بجد ويرحمنا من الغلا اللي إحنا فيه. بُصّوا بقى كده هنا برضه جِبت كيسين سُكر، أنا باحب أحطهم كده في كيس كده لوحدهم، عشان أنتم عارفين طبعًا أكياس السُكر إيه عندنا بتبقى إيه ساعات مقطوعة كتير، تمام. ف بجد ربنا يعين الواحد. يعني أنا من الناس اللي بتحب الخزين بيبقى في البيت، يعني حد طلب أكلة، حد طلب مش عارفة إيه، يبقى موجود. فاهمين يعني الموضوع ده؟ طفل قال لِك مثلًا ابنِك، بنتِك قالت لِك يا ماما أنا جعانة، أنا مش عارفة إيه، فبتسحبي الحاجة وتعمليها لها على طول، بتبقى الخير دايمًا في البيت، تمام. لكن دلوقتي أنتِ بتجيبي الحاجة اللي ناقصاكِ بس يعني. جِبت كمان 2 خميرة، وجِبت بقى إيه، برضه اسمه ده آآ baking powder، وجِبت فانيليا برضه بإيه، ساعات بنعمل كيكة كده بسيسة الحاجات دي، فبتنفعنا برضه في البيت، زي ما أنتم شايفين كده. دلوقتي ال200 جنيه بتصرف ما بتعملش حاجة، بجد والله، ما بتجيبش حاجة. كان الأول 200 جنيه تجيب لِك كذا حاجة يا جماعة، يعني مش من وقت بعيد، من قريب.
دي بصوا دي الخزين حاجات البيت اللي كانت ناقصاني اهي. ف بقيت اعمل كده الحاجة اللي تنقص مني اجيبها، لكن عمري دلوقتي ما بجيب مخزون بيت، طبعا كلنا معظمنا كده. بصوا بقى في الحاجات المنظفات، جبت كده باكيتين مناديل السحب بتاع زينة. كنت بجيب الاول وايت، بس بصراحة وايت بقالها فترة مش حلوة خالص، مش عارفة ليه، تحسوها درجة تالتة مع انها غالية موت، بس بصراحة مش حلوة. ريحتها كده مش حلوة. دي زينة معقولة شوية حلوة. مش عارفة بقت ريحة المناديل عامة ريحتها مش حلوة ليه. وجبت كده لفتين من دول عشان برضو دول بستهلكهم على طول، فقلت اجيب اتنين. ايه ما بحبش اجيب التلاتة مع بعض، لان التلاتة مع بعض السفنج بتاعهم ما بيقعدش يعني اسبوع بالظبط، وتلاقي الليفة بقت وحشة معاكي، ما بترغيش كمان. بص بقى كده هنا جبت بريمو دي اللي هي السلك الاستانلس اللي هما الاتنين مع بعض. دي نوعها حلو جدا، لكن دي انا بوريكم ايه، دي حاجة ودي حاجة. الغامقة اللي هناك دي ام 2، دي الاستانلس بتاعها يقعد معاكي كتير وما بيصديش لحد ما بصي خلاص ما بتتهري معاكي. التانية بقى اللي هي اسمها سترونج دي مش حلوة خالص، يعني جبتها صدت، فانا ايه قلت بقى اوريكم التانية اللي انا لسه مستخدمتهاش عشان محدش يجيبها، بصراحة بتصدي ومش حلو خالص. جبت برضو الجلانس، ما بستغناش عنه برضو في تنظيف الازاز والحاجات دي. بس بصراحة إيه قلت عشان يقعد معايا شوية، انا بجيبه وخففه شوية بمية. برضو هو بيبقى نفس الاستخدام على فكرة، يعني مش هقولك بقى ما بينضفش بالمية والكلام ده، لا بينضف حلو بصراحة. ده اسمه ويندكس، بينضف وبيخلي الازاز بيلمع يعني. بس فده بيبقى مركز، فانتي ايه انا كنت الاول بستخدمه ايه كده هو مركز زي ما هو، بس بصراحة ايه قلت اما اجرب كده في مرة احط عليه مية، وبرضو عشان ايه كل الحاجات دي غليت، فقلت ايه اجرب عليه شوية مية يقعد معايا اكتر، فلقيته هو برضو نفس الاستخدام، فما تقلقيش. جبت برضو واحد صابون فيبا اهو، حلو جدا برضو للمواعين، وبصراحة اي دهون وكده بيطلعها، لكن كنت انا بستخدم موفير الاول مش حلو خالص، فبنصحك بفيبا. بصوا بقى هي يعني نوعية الفيديوهات دي بتقولي بقى اللي انت جربتيه ما جربتوهوش، لو انا ما جربتش حاجة وحد عارفها طبعا يقولي. تمام. بصوا بقى كده الصابون بتاع دش، جبت منه كده ايه هو الاربعة عرض مع بعض، فجبت اتنين لبني زي ما انتوا شايفين، يعني دي ارخص حاجة يا جماعة في السوق والله، يعني دول ارخص حاجة في السوق احنا بنجيبها. وجبت واحدة اللي هي الأورنج دي زي ما انتوا شايفين. بس بصراحة أنا بفضل الريحة بتاعت الزرقاء، ريحتها أحلى، أنا بالنسبة لي ريحتها أحلى. لسه أوريكم بقى دي الحاجات اللي ناقصاني فقلت أجيبها. بصوا بقى إيه يعني بتاع السوبر ماركت اداني حاجة كده اسمها الوطني، أنا ما أعرفش المسحوق ده أول مرة، يعني أول مرة أستخدمه، فانتوا قولولي ده حلو ولا لأ، ده غسيل يدوي خلاص، فقولوا لي حلو ولا لا. انا بجيبه بصراحة بنظف بيه مشاية السجاد الحاجات دي، اغسل البطانية، حاجة على الايد، لكن ما بحطش في الغسالة خلاص. فانتوا قولوا لي برضو لو حد جرب ده الوطني ده يقول لي. برضو المعالق دي جبتها وقلت بقى ايه عشان محتاجة بعض المعالق احطها بقى في توابل، احطها في سكر الشاي والحاجات دي، فكل حاجة في البيت ما بتخسرش الصراحة، فقلت اجيبها برضو ايه احط منها واللي يفيد ايه اخلي عندي. يلا بقى ايه انا شايفاكوا اللي ما حطش لايك يحط لايك للفيديو، ارفعوا لي الفيديو، انا عارفة ان انا بغيب عنكم في الفيديوهات، بس ان شاء الله نرجع ايه نواظب تاني ونخلص كده ساعات المشاهدة يا رب، والقناة تكبر بيكوا كده ان شاء الله بعد ربنا.
يلا بقى، ولو انتي اول مرة تشوفي القناة واول مرة تشوفيني، اشتركي في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يجيلك كل اي فيديو انا بنزله، تتفرجي عليه ويجيلك الاشعار بيه. زي ما انتوا شايفين بقى كده، دي المشتريات بتاعتي. بجد بجد يعني مشتريات الحاجات اللي انتي مثلا بتحتاجيها في اسبوع او حاجة، بقت قد اللي انتي كنت بتجيبيه اكتر من اللي انتي كنت بتجيبيه في شهر. انتوا متصورين؟ يعني الحاجات دلوقتي اللي في اسبوع اغلى من اللي انتي كنت بتجيبيه في شهر. يلا الحمد لله، ربنا يا رب يدينا ويديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.